المباشر من مدينة طنجة، ولدينا حالة إنسانية. إذا تعقلوا على هذه الشابة اللي صورنا معها سابقا، هذه الشابة اللي كانت تزوجت زواج عرفي بتركي في تركيا وطلقها وهي حاملة، والآن تعاني في صمت وحالتها صعيبة بزاف بعد ما تزادت لها بنيتها. إذا نسمعوا المعاناة اللي كتعاني هاد الأم، هذه اللي هي الأم للطفلة بعد فشل زواج عرفي بتركيا. تفضل احكي لنا القصه ديالك. خوتي المغاربه اليوم المهم كاين الاغلبيه ما يكونوش عارفين القصه ديالي، انا نشرتها في المواقع ديال التواصل. تزوج زواج تركي ولكن عرفي، وعندي دابا بنيته تبارك الله عندها 6 شهور. عندي اول حاجه، اول مشكل كنواجهه دابا انني ما جبرتش كيفاش نعدل الوريقات ديالها، والمشكل انني باقي ما عنديش شي مصدر للعيش ديالي، حيتاش عندي بنت خاصها رعايه وخاصني نخدم عليها في نفس الوقت. يعني ما كاينش شي دار مثلا غنمشي نعمل لها الميناج وغتقبلني انا وبنتي. يعني الاغلبيه كتقول لك اختي اجي انتنا يعني اجي انتنا وبنتك لا. يعني ما يمكنش انا بنتي ما عنديش نخليها، وسا العائله ديالي بعادين مدينه اخرى ماشي هنايا، والعائله ديالي اصلا ما تقبلوش هذا الموضوع هذا، حيتاش تنعرف يعني التقاليد وهذه. يعني بنت يعني مشات تزوجت تركيا ويوليو يقولوا المراه رجعت وبنيتها وداك الشيء، ما تقبلونيش. واصلا ما كاينه حتى شي مساعده لا من الوالدين ديالي ولا من العائله ديالي، يعني حتى شي واحد ما معقل عليا. ولهذا يعني انا مشيت للجمعيات ومؤسسات انني باش يساعدوني على اساس غير يكونش الا مثلا الحليب او لا يعملوا لي الورق ديالها. دابا باقي ما مسجلاش عندي، يعني حتى شي باب كندق عليها ما لباو لي الطلب. يعني اي باب كندق عليها كيرجعوني يدي خاويه. يعني تا الخيريه تا الجمعيه، يعني وحده كتسردني، الوحده كتقول لي حنايا رعايه الطفل، حنايا رعايه الام، حنايا ما عندناش شنو غنعملوا لك. يعني اي جمعيه كنمشي لها كيقولوا لي مشيت نعيطوا لك، ما كيعيطوليش. دابا انا عندي بنيته يعني عندها 6 شهور وانا لا خدمه لا حتى شي حاجه، ما خدامه ما والو. يعني كيفاش غنعيش انا وياها؟ وتا مول الكرا يعني انا ملي كنت حامله كنت خدامه وداك الشيء كنت كنخلص، ودابا يعني قال لي انا ما نقدرش نصبر عليك اكثر من هيدا. يعني ضروري خصك اختي تجبر حل لراسك. يعني حتى كنمشي نعمل ميناج او لا قليل يعني الا ما رحم الله، يعني كتقولي اجي انتينا وبنتك وهذه وعمل لي الميناج، ويعني كيعطيوك 100 درهم يعني في مره شنو غتعمل لك؟ يعني تقدر تجيبيها لي كوشه ولا حليب وغتبقى يعني بلا كرا لا حتى شي حاجه. لهذا كناشد من خوتي المغاربه وخواتاتي المغاربه يعني يساعدوني باش ما كان او لا شي جمعيه تشوفنا الفيديو هذا تساعدني نسجل